بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنبدأ نشرح درس اسم حد جبري أو مقدار جبري على حد جبري آخر. في القسمة هنا هنعمل عكس الضرب. كنا خدنا إن في الضرب بنجمع الأسس، لكن هنا لو هقسم مقدار على مقدار، زي مثلا عايز أقسم 15 إكس أس 2 على 3 إكس. هنا في القسمة هنطرح الأسس. أول حاجة بنقسم المعامل على المعامل، وبعد كده نقسم المتغير على المتغير. هقسم 15 على 3، 15 على 3 هيساوي 5، والأسس هنا هنطرحها إكس أس 2 على إكس أس 1. هنا المفروض 1 بس ما بيكتبش، فهنا هنطرح الأسس هيبقى إكس أس 1، فالإكس أس 1 هنا ما بيكتبش الواحد. زي مثلا برضو لو جه قال لي عندي 20 إكس تكعيب واي أس 2 على، عايز أقسمها على 4 إكس أس 2 واي أس 2. هنعمل هنا نفس الكلام، هقسم المعامل على المعامل. 20 على 4 هيساوي 5. إكس أس 3 على إكس أس 2 هنطرح الأسس، 3 ناقص 2 1، يبقى إكس أس 1، والواحد ما بيكتبش. بعد كده واي أس 2 على واي أس 2، المفروض إن دي هيدينا نطرح الأسس، فهنطرح 2 ناقص 2 صفر، هيبقى واي أس 0. واحنا قلنا إن أي حاجة أس 0 بإيه؟ واحد. والواحد ده لو جينا ضربنا فيه واحد مش هيأثر، فهنا بنقول إن الواي أس 2 على واي أس 2 طارت. طيب تعال نشوف أول مثال ونحل. يقول لي أوجد خارج قسم كل مما يأتي. القسمة ممكن تيجي في شكل على أو شكل كسر، الاتنين نفس الحاجة. أول حاجة هنقسم المعامل على المعامل. 12 على 3 هيساوي 4. إيه أس 3 على إيه، هنا الأس 1 بس ما قلنا ما بيكتبش، 3 ناقص الواحد هيدينا 2، يبقى إيه؟ أس 2. المثال اللي بعده هنعمل نفس الكلام. 21 على سالب 3. أول حاجة قلنا موجب على سالب بسالب. 21 على 3 هيساوي 7. الإكس في حاجة أقسمها عليها؟ لأ، فهنزلها زي ما هي. المثال اللي بعده هنعمل نفس الكلام. أول حاجة سالب على موجب بسالب. 15 على 5 هيساوي 3. إكس أس 2 على إكس هنطرح الأسس فيبقى إكس أس 1. واي أس 3 على واي أس 2 هنطرح برضو الأسس، يبقى واي أس 1، والواحد ما بيكتبش. المثال رقم 4. أول حاجة هنعمل سالب على سالب بموجب. 24 على 8 هيساوي 3. إيه أس 5 على إيه أس 2 هنطرح الأسس هيدينا إيه أس 3. البي أس 3 على بي أس 3 طالما شبه بعض هيطيروا مع بعض. السي أس 2 مفيش حاجة أقسمها عليها فهنزلها زي ما هي. الفكرة التانية عندي ان انا هقسم مقدار على حد جبري. علشان اقسم مقدار ده كده بنسميه مقدار جبري، عايز اقسمه على 4 اكس، فهنعمل هنا ان انا هاخد كل حد منهم واقسمه على الحد ده. بمعنى ان انا هقسم 12 اكس اس 2 مرة على 4 اكس، وبعد كده 40 اكس اس 3 برضو مرة على 4 اكس، بعد كده سالب 4 اكس مرة على 4 اكس. فتعالى نبدأ هنا ونشوف. أول حاجة الحد ده هنقسمه على 4 اكس. 12 على 4 هيساوي 3. اكس أس 2 على اكس هيدينا اكس. سالب على موجب بسالب. 40 على 4 هيساوي 10. اكس أس 3 على اكس هيدينا اكس أس 2. سالب على موجب بسالب. 4 على 4 فيها الواحد. اكس على اكس طارت، يبقى الناتج عندي 3 اكس ناقص 10 كل أس 2 ناقص الواحد. المثال التاني هنعمل فيه نفس الكلام. سالب 21 هناخد كل حد من دول نقسمه على الحد ده. هنعمل نفس الكلام، سالب على سالب بموجب. 21 على 7 هيساوي 3. A على A طارت. B أس 2 على B هيدينا B. C على C طارت. بعد كده نخش على الحد التاني نفس الكلام، هنقسمه على الحد ده. سالب على سالب بموجب. A أس 2 على A هيدينا A. B على B
طارت، سي على السي طارت برضه. نخش بعد كده على الحد التالت، 35 على -7، موجب على سالب بسالب. 35 على 7 فيها 5. A على A طارت، B على B طارت، C أس 2 على السي هنطرح يبقى بقالنا 6. مثال رقم 3، -6x مضروب في القوس ده. فأنا ممكن أحلها بطريقتين. أول حاجة إن أنا أضرب -6x في القوس الأول، بعد كده يبقى أقسمها على الحد ده. الفكرة التانية إن أنا أقسم على طول. أول حاجة هيبقى نقسم -6x على 3x. هنا -6 على 3 هيبقى لنا -2. x على x طارت، يبقى أنا كل اللي هعمله هضرب -2 في المقدار ده كله. -2 هضربها مرة في 2x أس 2 ناقص 3x أس 4 زائد 5. وكنا خدنا ان احنا عشان نضرب حد في مقدار ان انا اخد -2 دي اضربها مرة في الاول، مرة في التاني، ومرة في التالت. -2 في 2x أس 2 اول حاجة سالب في موجب بسالب. 2 في 2 ب4. الإكس أس 2 مفيش حاجة فهنزلها زي ما هي. تاني حاجة سالب في سالب بموجب. 2 في 3 ب6. 2 لإكس أس 4 هتنزل زي ما هي. برضه هنضرب -2 في 5 هيدينا -10. وبكده حصتك تكون انتهت. يا رب تكونوا استفدتوا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان توصلك كل الفيديوهات وتتابعنا في كل الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.